أختي المواطنة، أخي المواطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستمادي يسمع كلكم كتعرفوا حزب الحركة الشعبية اللي هو حزب عنده تجربة ديال 60 سنة في التسيير ديال الشأن المحلي، اللي هو حزب عنده 60 سنة وهو كيدافع على القضايا الوطنية ومنها القضية الأمازيغية، اللي من بعد هذا الكفاح اللي كافحوا المناضلين والمناضلات ديال الحزب تتوج في الدستور ديال 2011 توج بترسيم الأمازيغية كلغة في البلاد ديالنا. الإخوان والأخوات، كنعيشوا اليوم واحد الانتخابات مصيرية للمستقبل ديال بلادنا. انتوما راه عندكم واحد العار تمشيو تصوتوا، لأن هذه الانتخابات اللي مور الدستور ديال 2011 راها انتخابات مهمة للمغاربة جميعا. هذا الخطاب كنوجهه للفئة اللي ما كتصوتش وكتقول اودي ما كاين مشكل الا ما مشيتش، راكم كتشجعوا الفساد. راه خص كل شيء يمشي يصوت وكل شيء له الصوت ديالو على البروغرام ولا البرنامج اللي كيشوفوه مزيان. خاصة انا كندعيكم انكم تصوتوا على الحزب ديالنا، وانا غنقول لكم علاش. هذا الدستور الجديد عطى صلاحيات للجماعات الترابية، ولا الناخب ديالكم ولا الجماعه الترابيه كانت منشطه للدور للشان المحلي، دابا ولاو كيقرروا. هاد الناس هادو غيكونوا كيقرروا في المصير ديالكم، ولهذا ما نخليش شي واحد اللي غيقرر في المصير ديالي يكون فاسد. خصني نمشي نصوت على الناس اللي هي مزيانين. راه الجهويه الموسعه، الجهه هي اللي غادي تولي كتحكم، راه ماشي في الرباط غادي يولي الحكم. ولهذا الاخوان انا تنقول لكم نوضوا دليو بالاصوات ديالكم. حنا الحزب ديالنا حزب الحركة الشعبية عرف بأن هذه الانتخابات مصيرية، ولهذا الأول خطرة اعتمد واحد الطريقة مختلفة لصياغة البرنامج ديالو. اش دار الحزب؟ جمع الجهات المغرب كلهم، جمع الناخبات والناخبين، ودار واحد اللجنة وحل واحد البوابة إلكترونية، والناس كيتعطي الآراء ديالها في البرامج، لأن الجهات تختلف من جهة إلى أخرى. إلا جينا نشدوا الجماعة ديال تولال ماشي هي الجماعة ديال الهرهورة في الرباط، إلا جينا نشدوا الشمال ماشي هو الجنوب. أي واحد في شي ساكنة راه عنده مشاكل ديالها، أي ساكنة عندها مشاكل ديالها اللي هي عندها الخصوصيات ديالها. ولهذا حنا درنا هذا الخليط وعطيناكم التزام وبرنامج اللي كيتوافق مع الجهات كاملين، ولكن خلينا كل جهه كدير البرنامج ديالها على حساب الخصوصيات ديالها. من المسائل اللي ما هضر عليها حتى شي حزب، ومن المسائل اللي هي مهمه في البلاد، هي اللي غادي يمكن لي نقول لكم. انا هضرنا على الغابات على سبيل المثال، الغابات اللي هي الريه ديال البلاد. الغابات اللي الا بقينا غاديين هكا مشات لنا الغابات، مشى العالم القروي. ولهذا حنا طرحنا في حزب الحركة الشعبية علاش دوك أراضي الحبوس وأراضي السلالية علاش ما نديروش فيهم غابات اصطناعية. هذوك الغابات الاصطناعية هما اللي يمكننا نستهلكوها، أما الغابات الطبيعية غادي نخليوها. هذا على سبيل المثال. مثال آخر، الباعة المتجولين. واش عباد الله هذوك ماشي مغاربة؟ واش المشكل غادي يبقى ما بين الباعة المتجولين ووزارة الداخلية؟ واش هاد الأحزاب السياسية حتى واحد ما فكر في هاد الناس هادو؟ علاش ما نديروا لهمش واحد الإطار فين يخدموا، يكون عندهم حتى هما الريجستر دو كوميرس ديالهم ويخلصوا الضريبة ديالهم، ونحافظوا على جمال المدينة. نقولوا لهم ها كي خصكم ديروا على شكل دفتر ديال التحملات، وهاد الناس هادو راهم ديالنا. واش غادي يبقى الراجل تيبيع ويشري وهو هربان؟ راه ما يمكنش. اخوان، المشكل اللي كاين هو المراه الا بغات تولد في العالم القروي، عيط للخطاف، عيط لهادي، عيط لهادي. لا سيدي، خصنا وحدات صحيه متنقله، يعيط في التليفون يمشيو لعنده. هادو مسائل اللي حنا درسناها في حزب الحركه الشعبيه، واللي عارفين بان هادو مشاكل كيعيشوها المواطنين. المشكل الكبير ديال هاد البلاد هادي هو الشباب. حتى شي واحد ما كيعتني بهاد الشباب، كل شيء كيعطيهم غير الهضره، حتى شي واحد ما دار شي حاجه. حنايا شنو بغينا نديروا في حزب الحركه الشعبيه؟ ماشي هما يمشي اللي يخرج من المدرسه ما يمشيش للتكوين المهني، حنكونوهم في الحومه ديالهم في البلاد ديالهم، نجيبوا لهم التكوين المهني هو اللي غادي يكونهم ويعلم لهم الحرفي. مشكل اخر اللي هو كبير الاخوان واللي كلكم كتعرفوه، اي دار عندها الاخ ديالها ولا الاخت ديالها من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هذه الجاليه هذه حتى شي حزب كيهضروا، حتى شي واحد ما دار شي حاجه. حزب الحركه الشعبيه انتقل عده مرات، وحزب الحركه الشعبيه كان من الاحزاب اللي قالوا خص تكون تمثيليه لهاد الناس هادو في سميتو في المؤسسات ديال البلاد. حزب الحركه الشعبيه اقترح
في البروغرام ديال هذه الانتخابات ان الجاليه المغربيه السيدي الا بغى عقد زديات ديالو يضربوا في الانترنت ويوصل له في البرا. راه حرام السيدي يكون بعيد ب 300 ولا 400 كيلومتر ويشد، ولا يمشي يعاود لاكارت ديالو ويمشي يضرب 300 كيلومتر وما يصوبهاش. ولهذا هذا البروغرام ديالنا عندنا عديد من المسائل ما هضرتش عليها اللي كتعرفوا على نظرا لضيق الوقت، ولكن حنايا اليوم حاسين بان هذه المرحله هذه مرحله مهمه، وكنقولوا للناخبين ديالنا والناخبات ديالنا ينوضوا ويصوتوا على الحزب الحركه الشعبيه، لانه هذا الحزب هذا عاش معكم 60 عام، هذا الحزب هذا تعرفكم وكتعرفوه، هذا الحزب هذا ولا الناخبين ديالكم في الجماعات ما عمركم سمعتوا منهم شي كلمه العيب، وكيخدموكم وكل شيء كيعرف هذه المساله هذه بان الناخبين كيخدموا. وحنايا راه انتقلنا من العالم القروي وجينا للمدينه وخدمنا في المدينه وخدينا مدن كبيره منها الرباط منها سلا. ولهذا الاخوان صوتوا على الاخوان ديالكم في الحركه الشعبيه. هاد الناس هادو راهم جايبين ان بروغرام، وحنا عارفين بان هذه المرحله هذه مرحله مهمه بالنسبه للمغرب. كنطلب من كل شيء يصوت على الرمز ديال السبوله وعلى حزب الحركه الشعبيه. الرمز ديال السبوله فيه الخير، وجربوه غادي تعرفوه. شكرا جزيلا. السلام عليكم أيها الناخبون أيتها الناخبات. كنخاطبكم باسم حزب